ازيكم؟ العلماء كل فتره يجي يقول لك بالحمد لله اكتشفنا قمر جديد لزحل. بس ثانيه، ليه مش كل صخره في حلقات كوكب زحل تعتبر قمر؟ هي مش زي ما اخدنا قبل كده في العلوم ان القمر جسم مضيء يعكس اشعه الشمس فيظهر مضيئا؟ بس برضه ما هو بناء على التعريف ده انا قمر وانت قمر وحتى الولا يوسف اللي ورا الكاميرا ده برضه قمر. ما هو كلنا اجسام معتمه بنعكس ضوء الشمس. ايه اللي بيخلي القمر قمر اصلا؟ للاسف مفيش إجابة على أسئلتك دي، والسبب هو الاتحاد الفلكي الدولي، لأنه لغاية دلوقتي مش قادر يحط التعريف اللي نعتمد عليه في الموضوع ده، لأن فعلا صعب إن احنا نحط تعريف دقيق لماهية القمر، لأن التعريف عشان يكون دقيق لازم يكون بيحتوي على تعريف للحجم والشكل وشكل المدار، وإذا كان هيكون ظاهر من على سطح كوكبه ولا لا. ولكن أحسنهم وأدقهم من وجهة نظري بيقول إن القمر جسم طبيعي لكوكب، يعني اتكون نتيجة تصادمات، كبير بما يكفي ليشكل نفسه ككرة، يعني عنده جاذبية كافية إنها تضغطه في الشكل الكروي، وصغير بما يكفي ليكون مركز الكتلة داخل الكوكب نفسه. وفي النهاية ممكن فعلا ما يكونش في تعريف دقيق للقمر، ولكن كل تعريف موجود بيقربنا أكتر للحقيقة.